السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. طبعا بنعتذر على الانقطاع بمناسبة كان شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. ونظرا للي حصل في العيد والظاهرة اللي شفناها بتاعة المشاكل اللي بتحصل من الصواريخ والألعاب النارية والمشاكل اللي كانت بتسببها، وكذا واقعة شجار حصلت ووصلت في بعض المحافظات، وتحديدا المحافظة اللي أنا منها إن تسببت في بعض الناس قتلوا بسبب المشاجرة ببيان الأطفال على رمي الألعاب النارية على الناس وهي مرة في الشارع، وأدت لأعمال بلطجة. وده اللي دعانا نتكلم إن أول فيديو يكون لينا بعد الانقطاع يكون خاص بأعمال البلطجة اللي بتتم في الشوارع. النهاردة حدثوا وبدأوا يعملوا بعض التعديلات، فكان من ضمن التعديلات اللي اتطرحت على القانون إن أعمال البلطجة أصبحت من ضمن قضايا أمن الدولة. يعني الناس اللي بتطلع بالسيوف بتاعتها وبالكذلك بتاعتها وبتطلع تستعرض نفسها ويخش على جيرانه، وبقيت كاميرات التصوير دلوقتي بتبث فيديوهات مباشرة اللي ذبح مش عارف مين واللي قطع راس مش عارف جيرانه ايه. كل الأعمال دي اللي بتثير الذعر والهلع في قلوب المواطنين حرصا من الدولة وسلطاتها على ان هي تحجم الموضوع ده. اصبحت اي صورة من صور البلطجة تعد من قضايا امن الدولة. لذلك لما تتعرض لموقف يتبلطج عليك فيه، واحد مثلا بيتعاطى بيشرب داخل عليك وواقف في طريقك باي نوع من انواع السلاح الابيض او غيره، ما عليك انك انت تحتفظ بفيديو ليه، وهتبقى قضيته قضية امن دولة. يا ريت نلتزم شوية ونراعي حرمة الطريق وحرمة الجار، ونخف الأعمال اللي بدأت تظهر قوي وهي أعمال البلطجة. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.